مرحبا بكم على قناة غرينتا دي زاب. تابعونا لكي يصلكم جديد المنتخب الجزائري والمحترفين. أكد الصحفي الإيطالي الشهير والمختص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو اليوم الاثنين أن النجم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني تجاوز الفحوصات الطبية مع فريقه الجديد بوروسيا دورتموند الألماني. وقال رومانو في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر: بن سبعيني أنهى التوقيع على عقود انتقاله وتجاوز الفحوصات الطبية، وهو الآن لاعب في بوروسيا دورتموند قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ في صفقة انتقال حر. وأشار الصحفي الإيطالي الموثوق إلى أن الكشف عن مدة العقد والإعلان الرسمي عن صفقة انضمام بن سبعيني إلى بوروسيا دورتموند سيتم خلال الساعات القليلة القادمة. وكان الظهير الأيسر الدولي الجزائري قد قرر الرحيل عن بوروسيا مونشنغلادباخ مع نهاية الموسم الحالي، ورفض كل عروض تمديد عقده رغم محاولات إدارة النادي الألماني لإقناعه بالبقاء. ولم يتم الكشف بعد عن مدة عقد بن سبعيني مع بوروسيا دورتموند، لكن التقارير الواردة من ألمانيا تشير إلى أن العقد سيكون طويل الأجل. بات الدولي الجزائري محمد أمين عمورة نجم نادي لوغانو قريبا من مغادرة الدوري السويسري بعد تألقه اللافت في الفترة الماضية، حيث تصدر اسمه أخبار الانتقالات الصيفية في بلجيكا وفرنسا على وجه التحديد. ونشر الصحفي الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية نبيل على صحيفة ليكيب الفرنسية تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أعلن فيها وجود اهتمام قوي من بعض الأندية الفرنسية بخدمات المهاجم الجزائري. وجاء في تغريدة الصحفي المختص في أخبار الانتقالات بعد أن حضر على رادار نادي أندرلخت، بات نادي تولوز يتابع عمورة، وهو النادي الذي يلعب له الجزائري الآخر فارس شيبي. ويأتي اهتمام أندية الدوري الفرنسي بخدمات مهاجم منتخب الجزائر ليفتح أمامه مجال خوض تجربة أقوى وأفضل من الدوري السويسري، على اعتبار أن الدوري الفرنسي يصنف ضمن الدوريات الخمسة الكبرى. كما أن هذه الخطوة ستسمح له بتطوير مستوياته أكثر، وقد تغير حتى وضعيته في المنتخب الجزائري، كونه لاعب مهاري يقدم مستويات وأرقام ممتازة مقارنة بقلة عدد المباريات التي خاضها مع ناديه والمنتخب. ويتوقع أن يكون عمور الورقة الرابحة لبلماضي خلال معسكر الشهر المقبل، في ظل الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الخضر في خط الهجوم، بالنظر لإصابة أونديدي لور وابتعاد إسلام سليماني عن المنافسة. وسيلعب المنتخب الوطني الجزائري خلال فترة التوقف الدولي لشهر جوان المقبل مباراتين، الأولى ستكون أمام منتخب أوغندا، والثانية ودية ضد منتخب تونس. وسيغيب عن المنتخب الوطني الجزائري بصفة رسمية كل من أنديدي لور مهاجم نانت، وإسماعيل بناصر متوسط ميدان آس ميلان بسبب الإصابة. فيما تبقى احتمالية غياب الدولي الجزائري الآخر يوسف عطال واردة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة مونبلييه الأخيرة، حيث يعاني الظهير الأيمن لنادي نيس من الإصابات وقلة المنافسة في الفترة الأخيرة، وهو ما قد يجعل الناخب الوطني جمال بلماضي يستنجد بالبدائل لتعويض غيابه. وأكدت تقارير إعلامية دخول الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف في مفاوضات مع الاتحاد البرتغالي من أجل الترتيب لمباراة ودية بين المنتخب الجزائري مع نظيره البرتغالي خلال فترة تواريخ الفيفا. وأكد موقع أفريكا فوت يونايتد حسب مصادره الخاصة أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد فيزيف كان في البرتغال الأسبوع الماضي، والتقى الأخير برئيس الاتحاد البرتغالي فرناندو غوميز. المصدر ذاته أضاف أن التقاءهما من أجل مناقشة الموضوع للاتفاق على إمكانية تنظيم لقاء ودي بين المنتخبين
دون تحديد موعد إجراءها إلى حين ضبط الأمور بشكل رسمي.